ويوم جديد وتالت يوم في رحلة الأقصر وأسوان. وهنا كنا رايحين أسوان، وأول حاجة رحناها بين الأقصر وأسوان هي إدفو، ورحنا المعبد هناك، معبد إدفو. أكلمكم شوية عن معبد إدفو. هو معبد حورس، وبيعتبر من أكمل المعابد المصرية القديمة اللي بتقع على الضفة الغربية لنهر النيل بمدينة إدفو. واستغرق تشييد المعبد حوالي 180 سنة من عهد بطليموس الثالث من 246 قبل الميلاد ل 221 قبل الميلاد. دي فترة حكم. انزل بالفيديوهات يا عم. معنا ومعكم معبد، ده معبد ادفو. بس عشان نبدا اكل كده. انت محدش عارف حاجة فخلاص بقى مش مهم. لسه الدكتور مش عارف الناس ما عرفش. لكن هو فعليا بدأ تشييد المعبد 237 قبل الميلاد لحد ما اكتمل بناؤه في عهد بطليموس الثاني عشر اللي هو حكم من 80 قبل الميلاد ل 51 قبل الميلاد. والمعبد ما زال محتفظ بكل عناصره المعمارية والزخرفية الخلابة، حيث ظل مدفون تحت الرمال لعدة سنوات حتى قام عالم الآثار الفرنسي أوغست مارييت عام 1860 بتنظيفه وترميم بعض أجزاء. هقول بس كمان كام حاجة بسيطة كده عن المعبد. أنا من وجهة نظري الشخصية بشوفها مبهرة ولذيذة جدا. المعبد ده فيه سراديب. ايه السراديب دي؟ هي حاجات كده زي طرق صغيرة او حاجات كده مستخبية شوية بحيث انه تعطي حق اللجوء فيها. يعني ايه حق اللجوء؟ يعني مثلا حد زمان وقتها عمل مشكلة او عمل حاجة مثلا عقوبة المفروض ان هو ياخد عليها اعدام، بس هو مش عايز يتعدم. طيب هنعمل ايه في الحوار ده؟ عملوا حق اللجوء. حق اللجوء ان هو هيروح للمعبد يقول لهم يا جماعة انا عملت 1 2 3 بس انا مش عايزة اتقتل. هيقولوا له طيب تعالى هتسكن هنا في المعبد، هنديك حق اللجوء، هتعيش بقى في السراديب دي وكده وتخدم المعبد وبتاع من غير مقابل مادي، وان انت بس هتعيش، يعني انت مش هيتنفذ عليك حكم الاعدام. وده حق اللجوء، ان هو هيعيش في الحتة دي ومش هيطلع براها ابدا لحد ما يموت، بس هو مش هيعدم. من الحاجات برضو اللي بشوفها لذيذة قوي في المعبد ده ان هم كانوا بيمثلوا قصة حورس وست الاسطورة مرتين في السنة على ما اتذكر. وزي ما انتوا شايفين في السقف اسود كده شوية، وده بسبب ان المسيحيين زمان وقت الاضطهاد الروماني للمسيحية كانوا بيسكنوا في المعابد القديمة دي عشان محدش يضطهدهم ويموتهم وكده. في كمان صورت هما داقين صلبان على الحيطة عشان يثبتوا يعني ان هما ده مكان مسيحي وكده، وكانوا بيقيموا فيه الشعائر مسيحية. كمان في كشوط لصور آلهة وآلهات وكده المصريين القدماء، ده بسبب ان هما المسيحية محرمة يعني وجود آلهة تانيين وعبادة أوثان وكده، فعشان كده قشطوا صور الآلهة دي. الصورة دي مشهورة جدا وناس كتير بتقول ان ده واي فاي والمصريين القدماء كان عندهم واي فاي. لا، دي تقديمة لحم مشوي للآلهة.
وده تجسيد لتمثيل أسطورة هورس وست، جحوتي ماسك بردية وبيحكي بقى، وده السرد ماشي مع الحكي. وفي المسرحية دي مصورين ست اللي هو إله الشر بأنه فرس نهر، وفرس نهر كبير وبيفضل يصغر 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 لحد ما يقتلوه في الآخر، وبكده الخير بينتصر على الشر. هنا انا بصراحة مش فاكرة كنت بقول ايه، بس كنت بوثق ان انا في المعبد وان انا هنا اهو زي ما قلت لكم في الفلوجز اللي قبل كده. خلود say hi. هاي مش كده، هاي كده. اي حاجه خالص. استنى يا هحلل المشوار، يعني هحلله بس المركب مش هنركب. ده مكان الصوت والضوء في المعبد، واحنا بقى كده كنا ماشيين طالعين من المعبد عشان نروح المكان اللي بعد كده في أسوان بقى فعليا. دي تيجان واقعة على الأرض بلا هدف. فهماهم عامة. أنا التاج. ده أنا لو عندي القدرة أعمل كده أعمل كده دلوقتي عادي. في العموم كان قصدي يتم الذهاب الى اسوان، بس انا ما كنتش مجمعه. هنا ده خزان اسوان. هنا كنا وصلنا عند المكان اللي هنروحه بعد كده، المفروض هنركب مركب عشان نوصل للمكان، فقالوا لنا ناخد الجاكيت بتاعتنا وكده عشان واحنا راجعين الجو هيبقى ساقع قوي لان هنرجع متاخر، فده انا بالجاكيت عادي. وجت بقى المركب اللي هنركب فيها. انا بندم دلوقتي. هي بتمشي عادي 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 عادي. وهنا ظهرت اخيرا معالم المكان اللي احنا رايحينه، وهو معبد فيلة على جزيرة فيلة. وهنا كنا شايفين بقى المعبد واحنا لسه في المركب، فدي كانت حاجة لذيذة جدا. وبعدين بقى بدأنا نطلع المعبد نفسه عشان نكمل شرح.
فيلة هي جزيرة بتشمل أثرها العديد من المباني اللي بيعود تاريخها للعصر البطلمي. يتم التوهان في معبد فيلة، وأبرزها المعبد الذي بدأه بطلميوس الثاني فيلادلفيوس، واللي كان مكرس لإيزيس أم حورس رب الملكية. وفي منظر في الماميزي أو حجرة الولادة للاحتفال بولادة حورس، تظهر فيها إيزيس وهي ترضع ابنها حورس في أحراش الدلتا. يعتبر معبد إيزيس واحدا من أكثر المعابد المصرية القديمة استمرارا، حيث ظل المعبد يؤدي دوره حتى عهد الملك البيزنطي جستنيان الأول. قبل ما أكمل، ده مقياس النيل، ده كانوا بيعرفوا منه امتى النيل بيفيض وامتى النيل منسوبه بيقل وهكذا. الملك البيزنطي ده امر باغلاق المعابد الوثنيه كلها، وخلى كاهن اسمه أسمت أخم ينقش نص هيروغليفي، والنص ده بيرجع للقرن الرابع الميلادي. انا حطيته في الشنطه في الحمام وما طلعتوش تاني بقى. وبعد كده اتحول المعبد كنيسه، وتم محو العديد من نقوش المعبد. المميز عندنا في الصرح ده قوي ان الصرح هنا دايما المناظر اللي هي قمع الاعداء بتحصل قدام اله الذكر، هنا هي حاصله قدام الالهه ايسيس نفسها. فدي حاجه بالنسبه لنا غريبه ان هو يعني يعمل منظر حربي قدام سيده الهه مش اله. بقى اللي واقفه دي جيت اوف فيلادلفيوس. يصنع جريد خلاص، وقاعد قدامه حيقات اللي هي براس ضفدع خلاص. المنظر مكمل كده، هتلاقوا بعدها جحوتي واقف وماسك في ايده اللي هي البرديه خلاص. طيب ما واقف بيكلم ايسيس وبيقول لها بقى ان هي هتحمل وكده وهتخلف الاله حورس والكلام ده. بعد كده هنلاقي المنظر بقى اللي هو خنام واقف اهو وايسيس في النص وحيقات، هم اخدينها ورايحين اوضه الولاده عشان تولد الاله حورس خلاص. طيب ايه المنظر اللي عندنا تحت ده؟ ده منظر زي الهات كده او نوع من الالهه يعني كانوا بيحموا احراش الدلتا. طب ليه احراش الدلتا؟ لانه طبقا للاسطوره حورس اتولد في احراش الدلتا، فاللي انتوا شايفينه ده بيمثل لنا ان هم واقفين في احراش الدلتا. كانوا يا اما بياخدوا شكل اسود او بياخدوا شكل راس اللي هو الفرس النهر خلاص، وماسكين في ايديهم سكاكين، لو ماسكين سكاكين ده كده اللي برضه ايه تطمنها يعني. ده اله السحر. طب ليه هم حاطين اله للسحر؟ عشان هم كانوا بيستخدموا السحر في اجراءاتهم الطبيه خلاص، فدايما كانت بتتصور عندنا بالمناسبه ماشي. خلاص. فطبعا المنظرين دول خلاص احنا كده خلصنا، حورس اتولد واتزوج وبقى زي الفل. ودي القطة المشهورة بتاعة معبد فيلة. وبما انها اتحولت لكنيسة فهم اهو الصلبان حاطينها على الحيطة.
الزهره هنا بشكل الهه مجنحه خلاص، بتحدث او يعني بتطمن اوزيريس وهو متمثل بشكل موميا خلاص. وده دور مهم قوي للالهه ايزيس، ان هي ظهرت فيه بشكل اللي هي الازاوين الجدس، هي الالهه مجنحه خلاص. اوزيريس بشكل موميا على ظهر تمساح خلاص. ده بيقول ده معنى ايه ان هو على ظهر التمساح ده، ان هو كده وصل لقبره المقدس على جزيره دي. ده هو بيعلن الوصول. او حيرندوتس اللي هو حورس المنتقم لابيه، هم اخذوا الاجزاء بتاعته وعملوا بيها كنيسه هنا على الجزيره. من جوه دي حاجه اسمها بروستايل اوف اوجستس، يعني حاجه كده عملها اوجستس خلاص. لازم يبقى بس موجود، هو المساعد بتاعها خلاص. تعالوا بقى نروح اخر حاجه في الرزان. اللي هو الكيوسك او زي اللي هو كشك لتروجان. جميل يا بدير. هنا انا وصباح كنا بنتكلم عن الفراخ والستريبس والحاجات دي عشان كنا جعانين، المفروض هنروح الفندق بقى ناكل وكده، فكنا بنتناقش الفراخ العادية ولا الستريبس ولا البانيه ولا، بس حرفيا ده كان محور الكلام في الفيديو ده تحديدا. هنا بقى أخيرا وبعد يوم طويل وشاق ومرهق وصلنا مدينة الشباب في أسوان، وبجد الأكل كان 10/10 ونجمة. خلصنا أكل وارتحنا شوية، وبالليل نزلنا نروح السوق، ركبنا مواصلة كلنا اشترينا الحاجات اللي محتاجينها من السوق وتذكارات وكده، وطلعنا اتمشينا شويه وسالنا نركب منين عشان نرجع مدينه الشباب، وفعلا الناس قالت لنا رحنا ركبنا بعد شويه مشي بساط قوي، وقبل الساعه 11 كنا رجعنا مدينه الشباب عشان ده كان الليميت بتاعنا. كده يكون تالت يوم في الرحله خلص، واستنوا الفلوج الجديد. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب، وكل اكونتس في الديسكريبشن اعملوا فولو. باي.